خلفت الحرب العراقية الإيرانية الكثير من المآسي والشهداء والمفقودين والأسرى، حتى أن أغلب العوائل العراقية لديها شهيد أو أكثر أو أسير أو مفقود. ولكن هناك قصة حول وصية لشهيد عراقي أثرت في كثيرا وآلمتني. طبعا نشرت هذه القصة في برنامجي الذي كنت أقدمه قبل 3 سنوات. هذه نسخة من تلك الوصية، وصية النقيب الشهيد حسن الصالح العاتي الجبارة الجبوري، كتبها في عام 1987 في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. وجدت في جيبه بعد استشهاده. قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى والدي العزيز، إلى أهل الكرام، إلى أهل الصالحية الأعزاء، إنني أشعر ومنذ يومين بأن الله قد اختارني، ولذلك كتبت هذه الورقة لتعلموا أن الشهادة غاية المؤمن، وإن إيماني بالله كبير جدا، وإن موتنا شهادة بحق، لأنها دفاع عن الوطن ودفاع في سبيل الله. إنني مشتاق لرؤيتكم كثيرا. عزيزتي سارة، أرجو أن تسامحيني عما بدر مني من خطأ، كما أرجو من أخواتي أن يسامحنني عما بدر مني، وخاصة صفية وزهرة. وأرجو من الجميع أن يسامحوني إذا كانت هناك أخطاء تجاههم. كذلك أرجو أن لا يلبس اللون الأسود مطلقا، وإلا سوف أغضب كثيرا، وسوف نتقاضى على ذلك أمام الله يوم الحساب. وأن لا تدوم الفاتحة أكثر من 4 أيام. وإن كان هناك قرآن مسجل فأرجو أن لا يقرأ سوى المنشاوي وعبد الله الخياط. عزيزتي سارة، لقد جلبت لك دشداشة، أرجو أن ترتديها فورا، كما جلبت لمصطفى بدلة، ولكن لم أستطع أن أحصل لأسماء الغالية على بدلة، وذلك لكثرة أشغالي، فاشتروا لها بدلة جميلة وقولوا لها إنها مني. أرجو أن يقوم عمي محمد بالإشراف على تربية مصطفى وكل الأولاد، وأن يربيهم خير تربية. ولدكم النقيب حسن أحمد صالح العاتي، 17 من كانون الثاني يناير 1987.